السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حاجات بلاش تعملها عشان تضمن إنه حياتك تمشي بشكل طبيعي داخل المملكة العربية السعودية. أنت راجل جاي تشتغل، ففي شوية نصايح كده أنا هسردهم لك حسب اللي جه في دماغي حاليا واللي أنا متذكره. مش معنى كده إنهم هم دول بس، لا، هو في سلسلة كبيرة من الحاجات الممنوع إنك تعملها هنا في المملكة، ولكن انا هسرد بعضها البعض معاك حسب اللي اتذكرته. دي ان شاء الله تكون فايده ليك، يعني باذن الله لو انت بتبحث عن فرصه عمل في السعوديه او انت جاي جديد، فالحاجات دي هتساعدك انك تستمر وتساعدك انك تتفادى المشاكل اللي ممكن لو عملت الحاجات دي تحصل لك. طيب يا سيدي الفاضل، اول حاجه وهي انك فكره السب والقذف، ما تشتمش حد نهائي. الشتيمة هنا أو السب والقذف هتعرضك لا محالة للمساءلة القانونية وربما للترحيل، فخلي بالك إنك تكون شخص هادي وما تشتمش حد. ركز في شغلك وفي حياتك وخلاص، ما تدخلش في مشاكل ولا تسب ولا تغزف، ولا واحد كسر عليك بالسيارة أو بالعربية زي ما احنا بنقول في مصر، أو حد جه عدى قدام منك بسرعة معينة أو لا، في قانون هنا يجيب لك حقك، لكن ما تسبش وتقذف حد. الحاجة رقم 2، انك ما تركنش في الاماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، في المولات والمحلات والبنوك والمطاعم وعامة كل الاماكن الخدمية وفيها بتقدم خدمات للمواطنين، انك بتلاقي في مكان للباركينج، ده بيبقى للناس ذوي الاحتياجات الخاصة. بلاش انت تلاقيه فاضي فتشغل دماغك بالسيارة تدخل تركن فيه، هتاخد مخالفة مرورية وقتي. طيب، الحاجة رقم 3، انك ما ترميش زباله في الشارع. اكلت اللوزين، اكلت اي حاجه سريعه، شربت عصير، ركوب القهوه بتاعك، ما تمسكوش وتطوحه او تمسكه وترميه من الشباك او ترميه في الشارع انت وماشي بتتمشى، او في الممشى اللي انت ماشي فيه او في الحديقه تمسكه وترميه. لا، في بساقط بتبقى بتاعت بلديه ترمي فيها الحاجه دي، عشان لو رميتها في الشارع هتاخد مخالفه. تمام تمام. الحاجه رقم 4، انك ما تتنمرش على حد ايا كان لونه او جنسيته او انت ما تكونش شخص متنمر، عشان دي حاجه اخلاقيا حتى بعيدا عن المحاسبه القانونيه والحد هيحاسبك قانون او لا، هي حاجه غير اخلاقيه. فانت جاي هنا تكون سفير لبلدك وتكون راجل محترم عايز تاكل عيش من غير مشاكل، جاي حاطط في دماغك تقعد سنه سنتين تاخد رزقك فيهم وتتوكل على الله. فحاول انك تكون كده ايه، يعني شخص محترم يتذكر اسمه بالخير. فانت ما تجيش هنا تتنمر على حد، لان التنمر هنا برضه هيعرضك لمشاكل كبيره. طيب، الحاجه رقم 5 على ما اتذكر، 5، الحاجه رقم 5 انك في السياسه. كل دوله ليها سياسات، تمام، خاصه بيها، فمش من حقك انك انت تتدخل في سياسات الدول الثانيه. فانت تلتزم انك انت شغلك وبيتك وحياتك، مالكش دعوه بالسياسه. تمام. الحاجه رقم 6، انك تحاول انك انت تركز في شغلك بس، تركز في حياتك بس، مالكش دعوة بأي حاجة تاني أو أي حد تاني. أنت ليك حياتك، جاي هنا حاطط هدف معين، خليه هو قدام عينيك وتشتغل عليه عشان ربنا يوفقك وتبقى الفترة اللي أنت قاعد فيها متغرب بره عن بلدك ومتغرب بعيدة عن أهلك، تلاقي الفترة دي بتمشي معاك بسلاسة، والموضوع معاك ما تحسش بمشاكله وما بتحسش بتعبه، لأن الغربة لوحدها مرهقة. فنصيحة مني، بلاش تدخل نفسك في حوارات تانية كتير، ركز مع نفسك، ركز في شغلك، والتوفيق لكم جميعا إن شاء الله.